ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واهتدى بهدي إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرسالة الأولى إلى أول رئيس شرعي منتخب لمصر صاحبة التاريخ العريق. تحية من قلب كل مصري أصيل ومن كل أحرار العالم نقول فيها إن صبرك وثباتك دفاعا عن حقوق شعبك وتمسكك بأمانة ما أولاك من عهد ومسؤولية ارتقيت بهما لتكون رمزا عالميا لكل المدافعين عن حقوق شعوبهم وحرية أوطانهم، الذين يوقنون أن استقلال بلادهم وامتلاك إرادتها لن يتحقق قبل أن تمتلك غذاءها ودواءها وسلاحها. ونستودع الله العزيز القدير سبحانه وتعالى حياتك الغالية على كل مصري حر شريف التي جعلتها فداء للحفاظ على الشرعية، ونعاهده على مواصلة العمل وبذل الجهد لتكون دعما وعونا حقيقيا وفعالا لقضيتك ولما نظرت نفسك له، مع صرخة قوية إلى كل الأنظمة والمؤسسات القطرية والدولية والمصرية، نحملهم جميعا فيها المسؤولية الكاملة عن صيانة رمزيتكم العالمية وشرعيتكم وحريتكم. الرسالة الثانية إلى طالب الشهادة في سبيل الله الأحرار والحرائر المختطفين قسرا وظلما وعدوانا خلف قضبان سجون العسكر، يدفعون ثمن الثبات على الحق والتمسك به دفاعا عن هوية مصر والعمل على انعتاقها من حكم العسكر الانقلابيين الذين خانوا أماناتهم ومسؤولياتهم وأمانات بلادهم. فلا نقول لكم إلا ما جاء في سورة الشرح من كلام صاحب الأمر سبحانه وتعالى، والتي أنزلها عز وجل ليطمئن بها قدوتنا وقدوة العالمين أجمعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليربط بها على قلبه بعدما أبطأ نزول الوحي السماوي عليه، مقدما فيها الوعد الإلهي الذي لا ولن يتخلف أو يتبدل: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فهنيئا لكم صمودكم الذي أزاح الغطاء عن فساد تراكم على مر عشرات السنين من حكم العسكر، وكادت مصر معه أن تغرق في سوءاته وتداعياته، لولا ضمائركم الحية وقلوبكم المؤمنة وثباتكم البطولي الذي لن يستطيع أحد أن يوفيه حقه إلا المعطي الوهاب سبحانه وتعالى، وهو الغاية والمرتجى. الرسالة الثالثة إلى الصابرين والصابرات حزبة لله سبحانه وتعالى على ألم فراق الشهداء والأسرى والمختطفين من آباء وأمهات وأبناء، وصمودا وثباتا في مواجهة الفرعون الجديد وجنوده وأعوانه الذين يسيرون في ركابه ويتبعون نهج من باع آخرته بدنيا غيره، والذي لن يدرأ عنهم غضبة الشعب القادمة إن شاء الله. وإلى هؤلاء الصابرين والصابرات
عزاؤنا الجميل ما قصه علينا كتاب ربنا سبحانه وتعالى عن مصير فرعون الأول الذي جاءه الغرق هو وجنوده، ثم كانت النجاة له ببدنه فقط ليكون بعد هلاكه عبرة أرادها الله سبحانه وتعالى عظة لمن بعده. الرسالة الرابعة إلى أحرار الشعب المصري من المناهضين لسلطة العسكر الذين يدركون هدف رأس الانقلاب الغادر في إلهاء الشعب بإشعال حرب أهلية طائفية يقوم فيها بالدور الخفي والذي من سوء فعله أصبح ظاهرا، بل وتعدى خطره ليشعل حربا أخرى بين الشعب ومؤسساته ومكونات الدولة التي تكاد تقف على حافة الانهيار الآن. نقول لهم إننا لا ننكر حقا شرعيا لأحد الملتزم بالضوابط الشرعية، ولكن نؤكد ضرورة إدراك أن التصدي لهذه الكارثة بالأسلوب الذي يسعى إليه النظام سوف تكون كلفته ثقيلة في ظل استهانته بالأرواح ودماء أبناء الشعب المصري تحت زيف دعواه أنها حربا بالسلاح بين الدولة والخارجين على قوانينها الشرعية وما هي بشرعية. والحكمة الموجودة الآن أو الحكمة المرجوة الآن التي يمليها واجب الوقت وواقع الحال ومقاصد الشرع مهما كانت تكاليفها وقسوتها، والتي ليست منطلقة من تفضيل للدنيا على الآخرة، تقضي السعي لتعالية سلطة الانقلاب والعمل على إيجاد وحدة فكرية وروحية باعتبارها أمر واجب للدفاع عن الدين والهوية. والجهاد بالكلمة في سبيل الله قائم إلى يوم القيامة، والذي أشار إلى أهميته وحيويته خير الأنام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. والمنطلق من فهم حديث صحيح آخر يقول فيه صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الرسالة الخامسة إلى بعض الذين يعلنون خوفهم وحرصهم على مصر الدولة والتاريخ وعلى دورها في المنطقة، فيغرسون باجتهاداتهم خناجرهم في ظهورنا وهم يشعرون أو لا يشعرون بتفضيل رؤاهم في العمل عما انتهت إليه رؤية الجماعة. وأيضا إلى الذين يبحثون عما يسمونه بالبديل الثالث بدعوى عدم وجوب استمرار وقوع مصر في ثنية العسكر والإخوان، فيدفعهم ذلك إلى اتباع أساليب لا تفترق كثيرا عن أساليب العسكر دون دراية لإبعاد الجماعة عن الساحة، فتكون أفعالهم خناجر أقسى وأشد على النفوس والقلوب من غيرها. نقول لهؤلاء وأولئك: ليست هذه أمانة العمل الصحيح لمصر، وليست هذه هي حقائق التاريخ التي نرجو للأجيال الجديدة القادمة أن تقف عليها وتتعرف على دقائقها. والأهم من كل ذلك الإدراك بأن كل هذا ضار ومؤذي لحقيقة أن مستقبل شعب مصر وحاضرها ملك تام لشعبها يقوم ببحثه ومناقشته في حرية وفي الضوء والعلن، وليس خلف الأبواب المغلقة بعيدا عن ضغائن القلوب ودخائل النفوس. الرسالة السادسة إلى الداعمين للانقلاب العسكري
أفرادا كانوا أو جماعات، هيئات أو حكومات. فبعد أن أصبحت سياسات الانقلاب وممارساته لا تخفى على أحد، وانكشفت سوءاته بحيث لم يعد هناك أي شك في وصفها بالإرهاب، نقول: إذا كان استمرار هذا الدعم بأي صورة من الصور لا تعنيكم نتائجه المدمرة، حتى ولو أشعلت النيران تحت أقدامكم، فإن استمرار تقديم هذا الدعم لإرهاب النظام يعد جريمة منكرة. من حق كل مصري توجيه الاتهام بها لمن يقدم هذا الدعم إلى كل الجهات القضائية في العالم، وأن هذا الحق لا ولن يسقط بالتقادم. وقبل كل ذلك وفوق كل ذلك اللجوء إلى باب السماء للدعاء باستخلاص الحق من ملك السماوات والأرض الذي بيده ملكوت كل شيء ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء. الرسالة السابعة. وأخيرا نقول لكل فئات الشعب المصري ومكونات دولته ومن خدعته دعايات العسكر ودعاواه عن إخلاص مزعوم لمصر وحرص كاذب على أماناتها وتاريخها ومستقبلها، نقول لهم مناصحة: إن فرصة العودة إلى الطريق الصحيح والواجب قبل أن تنهار الدولة لم تضع بعد، خشية من أن يتحمل أي أحد منكم إثم الجنايات التي ارتكبها ويرتكبها السفاح وحاشيته، والتي جعلت سمعة النظام الانقلابي في مصر وصمة عار في تاريخها ومحل سيل منهمر من الإدانات الدولية والإقليمية لانتهاكاته وبشاعة جرائمه في حق المواطن المصري وجناياته على مستقبل البلاد والعباد. رسالة نبرأ بها إلى الله سبحانه وتعالى وهو الولي سبحانه وتعالى. حفظ الله مصر وهويتها وشعبها من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله أكبر ولله الحمد.